لحد الآن طبعا حتى في مباراة الاتحاد والنصر التعادل السلبي بدون أهداف. هذه كرة لعيسى يمر ويسدد كرة قوية بالجول، مرت من تحت قدمي عواضة العامري، مرت من تحت قدمي عواضة، كبري عواضة، كبري عواضة، وعيسى المحياني يسجل الهدف الأول في المباراة بعد تسديدة قوية جدا، تسديدة قوية جدا، والهلال يفتتح التسجيل عن طريق عيسى. عيسى سجل في المباراة الأولى وهو يسجل في المباراة الثانية، قوية جدا، وكبري عواضة، والكرة مرت إلى داخل مرمى الفيصلي، إلى داخل مرمى الفيصلي. عواضة العامري برعونة كبيرة في اللقطة الماضية، تمر الكرة من بين قدمي عواضة. عبد العزيز الدوسري يحاول المرور، يلعب الكرة الأمامية ممتازة لعيسى، عرضية، فرصة، الله الله، يا كبير يا كبير يا فرادي، يا كبير يا فرادي، بالكعب ملعوبة، هدف عالمي، هدف عالمي يا فرادي، هدف عالمي يا أحمد، هدف رائع جدا، يسجل أحمد الفرادي بالكعب وبالتالي يوسع والهلال يضمن التواجد في نصف النهائي. هدف ممتاز للغاية، هدف روعة، هدف يدرس. لاحظ الكرة العرضية وبالكعب من الموهوب، اللاعب الموهوب بالفطرة أحمد الفرادي، يحط كرة على طريقة الكبار. هدف ثاني للهلال، هدف ثاني للهلال، وبالتالي 2-0 الآن. ممتاز أحمد، يا سلام يا سلام، حطها وهو رايق، حطها وهو رايق بالكعب، ممتازة، وبالتالي هدف ثاني للهلال. فريدي يسجل، محمد أبو تريكة، وكرة إلى الأمام وبالجول، بالجول، عملها أحمد علي، عملها أحمد علي، وسجود شكر لله. أحمد علي يسجل الثالث، ابن الدراويش، ابن الدراويش أحمد علي اللاعب الإسماعيلي السابق يسجل هدف جميل جدا بعد أن استغل كرة كانت ملعوبة بينية بشكل ممتاز جدا. أحمد يحط كرة من فوق حارس المرمى عويض العامري، وبالتالي الهدف الثالث للهلال، الهدف الثالث للهلال. أحمد يسجل ويتلقى التحية الكبيرة من قبل الجماهير الهلالية الحاضرة في ملعب المباراة. هدف جميل جدا، هدف جميل جدا. أحمد علي حط الكرة سن الجزمة